السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده بقى هنعمل احلى زبادي في منتهى الجمال في سحور رمضان، وهنسهل على بعض كل حاجه النهارده. وشكرا لكم لمتابعتكم يا حبايب قلبي، وما تنسوش بقى طالما بتتابعوني حطوا لي اللايك، لان اللايك ده اللي بيفرحني بصراحه. انا حاطه على النار كيلو من الحليب زي ما انتم شايفين اهوت مغلي، ولازم اصبه في الكوبايات وهو مغلي. ليه بقى؟ قبل ما يعمل لي طبقه وش على الحليب، ولازم ارفع ايدي وانا بفضي في الكوبايات عشان ايه؟ الرغوه دي اللي بتعمل لي ايه؟ القشطه الجميله اللي على وش الزبادي. تمام، شوفوا الرغوه عامله ازاي. هو ده ايه اللي انا عايزاه. طبعا انا خلصت الكميه اللي قدامي، خدت 3 معالق من الحليب عشان احط فيهم ايه؟ اللي هي الخميره. طبعا الزبادي دوت بات عندي من امبارح، وشلت طبعا القشطه، واخد معلقه كده مهرميه من تحت الكوبايه، وهقلبه كده زي الكريمه. بس انا مش هضيف عليه دلوقتي لما الحليب مني ايه؟ يبقى دافي خالص زي دمعه العين. وطبعا احط دورق ميه في الصينيه لحد نص الكوبايات كده اهوت. تمام كده اهوت. هستنى بقى لما يهدى خالص، وبعد كده ايه؟ انزع الخميره. طبعا الخميره ده انا عاملها في الحليب زي كريمي خالص كده عشان تطلع لي الزبديه جميله في منتهى الجمال. شايفين؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. هوزع بقى ايه؟ الخميره ديت قصاد الكوبايات اللي عندي ديت لحد ما اخلص الكميه اللي قدامي. بس ملحوظه يا حبايب قلبي، انا هجيب كده من الجنب عشان ايه؟ ما يسقطليش الوش في الارضيه. انا عايزه احتفظ بالوش بتاع الزبادي. تمام. بعد ما خلصت الكميه كده هو، تعالوا بقى اهم شيء مرحله التسويه. لازم أن ادفي الفرن حاجات بسيطه. اوعوا تولعوا النار عليه. ليه؟ عشان ما يطلعش منكم ميه. وكل ساعتين الاقي الفرن يبرد اروح مولعه عليه. كل ساعتين لحد 5 ساعات هيزبد معايا زي ما انتوا شايفين اهو. واحطه في التلاجة ساعتين، هتاكلوا احلى زبادي على السحور. وصحتين وهنا على قلبكم. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.